اوقف معايا واسمعني مزيان شنو غادي نقول لك في هذا الفيديو، حيت فعلا غادي نعطيك واحد المعلومات اللي غادي يساعدوك انك تطور من راسك. ولكن الا بقيتي حتى لاخر الفيديو فعلا غادي تتعلم حوايج اللي غادي يعاونوك انك تزيد بحياتك للقدام، وغادي تولي تدخل مداخل اللي كبيره وزوينه بزاف. كاين ناس دابا في هذه اللحظه بالضبط كيدخلوا فلوس بطرق اللي ما تقدرش انك تخيلها، وكاين ناس اخرين باقيين كيتسناو شي معجزه اللي تجي وتبدل حياتهم. الفرق بيناتهم راه ماشي في الحظ وماشي حتى في الزرق. الفرق الحقيقي هو ان الطرف الاول فهم السير بكري، والطرف الثاني بقى غارق في نفس العقليه القديمه اللي ما عمرها غادي تخليه يخرج من ديك البلاصه اللي هو فيها. في هذا الفيديو يمكن يكون اخطر فيديو تشوفوا اليوم، حيت الا فهمتي السر ديالو كامل غادي تبدل تشوف حتى طريقه ديال كيفاش كتشوف بها العالم، غادي تولي عندك مختلفه تماما، وغادي تكتشف ان الفلوس ماشي شي حاجه صعيبه. الصعب الحقيقي هو ان العقليه اللي كتكون عند الانسان كيقدر انه يحبسها في واحد البلاصه وكتولي تبان لك اي فرصه بعيده. اغلب الناس كيعيشوا حياتهم كامله وهما مقتنعين ان النجاح شي حاجه اللي صعيبه وكبيره، وان الثروه غير الناس اللي لاباس عليهم والناس اللي محظوظين. ولكن الحقيقه راه مختلفه تماما. الحقيقه ان العالم تبدل بواحد السرعه اللي مرعبه، والناس اللي فهموا هذا التغيير بكري دابا هما اللي كيجمعوا النتائج وكيحسدوا دوك النتائج اللي خدموا عليها. فكر معايا شويه، علاش نفس الشخص اللي كان عادي جدا ولا اليوم ناجح وعنده دخل كبير، وعلاش واحد اخر عنده نفس الوقت ونفس الانترنت ونفس الفرص وباقي كيعيش نفس المشاكل؟ الجواب بسيط جدا. الاول بدل الطريقه ديال التفكير ديالو قبل ما يبدل حياته، والعقل ديالك راه هو اللي كيحدد واش غادي تبقى في نفس المكان ولا غادي تطلع لمستوى جديد. اي انسان ناجح دابا راه في شي مرحله من حياته كان عادي، ولكن كانت عنده حاجه مختلفه، كان كيامن ان المستقبل ديالو ما خاصوش يبقى مرتبط بالماضي ديالو بصفه نهائيه. الناس اللي كيخافوا من التغيير ما عمرهم يقدروا يوصلوا لشي حاجه كبيره، حيت العالم اليوم كيعطي الفرص للناس اللي جريئين، الناس اللي ما كيخافوش من التغيير، الناس اللي مستعدين يتعلموا ويطوروا من راسهم ويتحركوا بسرعه. دابا تخيل معايا واحد الانسان بدا كيتعلم مهارات جديده كل يوم، وبدا كيراقب فرص اللي كاينه في الانترنت، وبدا كيبعد على الطاقه السلبيه، بدا يعني كيتعلم حاجه بعد حاجه. شوف من هنا عام فين غادي يقدر يكون، غادي تقدر تلقاه تبدل بشكل كامل، بينما شخص اخر باقي كيتفرج فقط وكيقول الحياه صعيبه لا ما نقدرش. راه السر هو ان اغلب الناس ما عارفينش هذا الشيء هذا، وهو ان الفلوس كتجذب العقليه. يعني الانسان اللي عنده رؤيه وعنده الصبر وعنده الاستعداد يخدم على راسو، هاد النوع ديال الناس بالضبط هو اللي كيبدا يشوف الفرص فين الناس الاخرين كيشوفوا المشاكل في دوك الفرص. المشكل الكبير هو ان المجتمع برمج بزاف ديال الناس باش يبقاو خايفين من التجربه، خايفين من الفشل، خايفين من الهضره ديال الناس. ولكن الحقيقه ان كل شخص ناجح راه داز يعني بزاف ديال الفشل، وداز بزاف ديال الفرص اللي صعيبه، وداز بزاف ديال الظروف اللي كانت قاصحه بالنسبه ليه. ولكن الفرق الوحيد هو انه ما وقفش. دابا العالم دخل لعصر جديد، عصر الذكاء، عصر السرعه، عصر الانسان اللي كيعرفوا يستغلوا الفرص الرقميه راه كيقدروا يزيدوا القدام. واللي باقي غارق في العقليه القديمه غادي يلقى راسو راه متاخر بزاف. كاينين شباب صغار في العمر وبداو من الهاتف فقط، بداو غير تليفونهم، واليوم ولا عندهم دخل محترم. علاش؟ حيت فهموا ان الانترنت راه ماشي غير التسليه، ولكن هو باب كامل الثروه، يعني ممكن يغير حياتك بالكامل. وواحد الحاجه اللي خاصك تفهمها هي ان الوقت راه ما يرحم حتى شي واحد. كل نهار كيدوز كاين شي واحد اخر كيتعلم اكثر منك وكيطور راسو اكثر منك وكيقرب اكثر للنجاح اللي انت باغي توصل له. الناس الناجحين راه ما كيتسناوش الحماس، هما كيتحركوا حتى في الايام اللي ما عندهمش الرغبه، حيت فاهمين ان النجاح الكبير راه كيجي مع الاستمراريه.
دابا اسمع هاد الجمله اللي غادي نقول لك مزيان. حياتك الحاليه هي نتيجه ديال الافكار اللي كنتي كتعطي لعقلك كل نهار، واذا بقيتي غادي بنفس يعني العقليه راه غادي تولي بنفس النتائج. بغيتي النتائج تبدل خاصك العقليه، يعني تبدل عقلك هو الاول. ما كاينش تبقى تابع نفس العادات القديمه وتنتظر مستقبل يكون مختلف او لا نتائج كتبدا تبان لك قبل ما انت تبدل الداخل ديالك. اول حاجه بدل الداخل ديالك الا بغيتي الخارج ديالك يتبدل. كاين واحد السر اخر خطير بزاف، هو ان الناس اللي كيدوروا يعني على قيمه كبيره لوقتهم هما اللي كيبداو يربحوا اكثر، حيت الوقت هو العمله الحقيقه ديال الحياه. فلهذا اعطي قيمه لوقتك واستثمر في وقتك بالطريقه الصحيحه، لان الانسان اللي كيضيع ساعات طويله في التفاهات عمره ما غادي يبني مستقبل قوي، هذه اكيده. بينما الانسان اللي كيستثمر الوقت ديالو في التعلم والتطوير كيبدا يشوف الفرق بسرعه وكيولي يشوف نتائج كبيره. واحد من أخطر الحوايج اللي كتدمر الإنسان هو أنه يبقى محاط بالناس السلبيين، الناس اللي كل مرة كيقولوا لك ما غاديش تنجح، ما غاديش تقدر، هذه راه مستحيلة. ولكن الحقيقة أنهم هما اللي استسلموا وبغاوك حتى انت تستسلم. أو دي هاد البلاد راه ما عطاتناش، ما كايناش فيها الخدمة، فيها غير البطالة، فيها غلات الأسعار، يعني دائما كيعطيو أعذار ثم أعذار ثم أعذار، وكيحاولوا أنهم يزرعوا ديك الطاقة السلبيه حتى في الناس اللي محيطين بهم، باش كيما هما ما داروا حتى شي حاجه حتى الناس اللي محيطين بهم يوليو بحالهم. خاصك تبدا تحيط براسك بالطاقه اللي كتشجعك، يعني تبدا تستعمل غير الطاقه اللي كتشجعك، الطاقه اللي غادي تطلعك سواء بالفيديوهات اللي كتعلمك اولا بالافكار اللي كتقويك اولا بالعقليه اللي كتخليك تشوف نفسك انسان يستحق النجاح. ما تنساش ان العقل البشري كيصدق الاشياء اللي كتكرر عليه بشكل يومي. اذا كنتي يعني كل نهار كتقول انا فاشل، راه عقلك غادي يخليك فعلا تكون فاشل، لانه كيصدق داكشي صافي وكيقول لك بلا ما تحرك راك انت شخص فاشل. واذا بديتي كتقول انا قادر نبدل حياتي، غادي تلقى نفسك فعلا كتحرك بطريقه مختلفه، وليتي كل فرصه صغيره كتبان لك وكتستغلها وما كتضيعهاش. المال ماشي مجرد اوراق، المال طاقه، والناس اللي عندهم عقليه ديال الوفره هما اللي كيبدلوا حياتهم، هما اللي كيبداو يجبدوا دوك الفرص بشكل غريب. يعني كاينين ناس دابا كيخدموا على احلامهم بصمت وكل نهار كيقربوا اكثر الحريه الماليه، بينما كاينين ناس اخرين باقيين غير كيشكوا وكينتظروا شي واحد يجي ينقذهم. والحقيقه اللي مؤلمه هي ان راه حتى شي واحد ما غادي يجي وغادي يبدل حياتك بلاصتك. انت المسؤول الاول والاخير على المستقبل ديالك. يمكن تكون دابا في اسوأ مرحله من حياتك، ولكن هذا الشيء راه ما كيعنيش ان النهايه ديالك مكتوبه. اي لحظه تقدر تقرر تبدا من جديد، يعني بدا وما تسناش الفرصه. كل الناس الناجحين كان عندهم حتى هما واحد النهار قرار مصيري، هو انهم يوقفوا اللعبه ديال ضوء الضحيه ويبداو يتحملوا المسؤوليه الكامله، ومن ثم كتولي مسؤول على حياتك، كتولي قوي، كتقدر تولي قادر تبدل اي حاجه ما عجبتكش. الناس اللي سبقوك النجاح راه ما كانوش اذكى منك بزاف، ولكن كان عندهم الجرأه باش انهم يبداو. وما تبقاش تسنى الوقت المناسب، حيت الوقت المناسب غالبا ما كيجيش. البدايه الحقيقيه هي انك تبدا دابا، وكل دقيقه كتضيعها في الخوف راه كتزيد تبعد على الحياه اللي باغي. وكل خطوه صغيره كديرها اليوم تقدر تبدل المستقبل ديالك كامل. تخيل راسك من بعد عام من اليوم الا بديتي تخدم على راسك من دابا، شحال غادي تكون مختلف، شحال غادي تكون اقوى، وشحال غادي تكون قريب من الاهداف ديالك، وشحال غادي تكون تايق في راسك. ولكن الا بقيتي نفس الشخص بنفس العادات ونفس التفكير، راه حتى النتائج غادي تبقى نفسها. الحياه كتجاوز الناس اللي كيتحركوا، كتجازي كل شخص كيتحرك، ماشي الناس اللي غير كيتفرجوا فقط وباغيين حياتهم تبدل بدون حتى شي مجهود. والحاجه اللي خاصك تعرف هي ان العالم
فيه بزاف ديال الفرص، ولكن كل الفرص ما كتبانش الانسان اللي عقله عامر غير بالخوف وبالتشاؤم. بدا تعلم، بدا تجرب، بدا حتى ولو بخطوات صغيره، المهم ما تبقاش واقف في بلاصتك. راه كل امبراطوريه كبيره بدات بفكره صغيره، وكل نجاح عظيم بدا بقرار واحد. يمكن هذا الفيديو يكون هو اللحظه اللي غادي تقدر انك تبدل فيها حياتك وتبدل فيها كل شيء، ولكن القرار الحقيقي خاصك تخرج من هذا الفيديو وانت باغي تبدا، وانت فعلا باغي تغير حياتك. واش غادي تبقى عايش نفس الحياة اللي ما عجبكش، او غادي تبدا تبني النسخة الجديدة ديالك؟ دابا عندك اختيار واحد من هاد الجوج، يا اما تبقى تقلب على الاعذار، يا اما تبدا تصنع نتائج. الناس اللي فهموا هاد السر بكري راه ما كانوش شي ناس اللي خارقين او لا عندهم يعني شي حاجه اللي مستحيله، ولكن فهموا ان العقليه هي البدايه ديال كل ثروه، وكل نهار كيدوز كيزيد ياكد هذه الحقيقه اكثر. والا وصلتي حتى لهنا راه عندك رغبه حقيقيه باش تبدا تبدل حياتك، وهذه اول خطوه في الطريق الصحيحه ديالك. اكتب لي في التعليق انا مستعد نتغير، وخلي عقلك يبدا يبرمج راسو على النسخه الجديده منك. وشارك هذا الفيديو مع اصحابك ومع اي شخص محتاج يسمع هذا الكلام اليوم. يمكن في واحد يعني تكون انت السبب في تغيير انسان كامل وتدي معاه الاجر، ومن خلال المشاركه ديالك غادي يوصلك كل جديد، وتبقى دائما قريب من الافكار اللي تقدر تبدل المستقبل ديالك للافضل.